مهما نعمل في بيتزا ولا حواوشي ولا اي اكل تاني لازم نرجع للفيديوهات التقليدية بتاعتنا. حبة محشي مشكل النهاردة، ملوخية خضراء وفراخ محمرة كده حلوة، طعم وريحة جميلة جدا. طبعا كل سنة وانتم طيبين. ملوخية الصيف طلعت بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي، بيبقى لها طعم جميل جدا غير الشتا خالص. تمام. معايا هنا كوسة وبتنجان وفلفل، ومعايا ملوخية خضراء بالشكل ده. انا بقطفها وبحب اقطفها كده، باخد منها حته كده من الورده بتاعتها، بتدي لها عرق قوي حلو قوي وانت بتخرطيها كده. معايا هنا البتنجان، طبعا كلكم عارفين بتعملوه ازاي، بس ده للبنات المبتدئين. كده بالشكل اللي انت شايفاه ده بقور معايا البتنجان، معايا كوسه، ومعايا فلفل رومي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا البتنجانه وانا بقورها مش بخليها رقيقه قوي، بخليها فيها سمك حلو كده شويه عشان يبقى ليها طعم وانت بتاكليها في المحشي بالشكل ده. معايا هنا معلقتين من السمنه بصليه ناعمه، نعمل تسبيكه المحشي. ومعايا حته فلفل حمرا كده حلوه، سبايسي بقى او رومي، بتدي طعم وتست حلو قوي قوي للمحشي المشكل بالشكل ده. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي. معايا هنا كمون، فلفل اسمر، معايا مرقه دجاج، معايا حبه ملح، ومعلقه من الشطه. وبقلب كده التوابل مع البصل تاخد ريحة وتطلع الريحة بتاعتها، وبعد كده انزل عليها بعصير طماطم تقيل. معايا هنا معلقة كده حلوة من السمنة، ببدأ انزل بالفراخ وتحت بديها كده تشويحة حلوة مع البصلاية، ورق لورا، فلفل اسمر، ملح، ومرقة دجاج. بنزل كده بالفراخ اول ما الحلة تسخن معايا على النار، ببدأ انزل بالفراخ كده اديها تشويحة حلوة قوي، بتبقى ليها طعم وتست حلو قوي غير اللي احنا بننزلها في المية على طول بالشكل ده كده. هبدأ انزل بفلفل اسمر، حبة كده من مرق الدجاج، حبة ملح، واظبط الحياء بتاعي بالشكل ده. هقلبها كده تقليبة تاخد معايا تشويحة خفيفة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ انزل معايا هنا كده بمية واسيبها تكمل سواها معايا على النار بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. عملنا خلاص تسبيكة المحشي. تعالوا بقى نحشيها بعد ما قطعنا الخضرة وحطيت عليها الرز وظبطت الملح بتاعي. نحشي بقى البتنجان، مش بملاها قوي عشان خاطر الرز لسه بيزيد معايا في السوا وانا بسويها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. حشينا خلاص البتنجان والكوسة والفلفل بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده كده. يلا بينا بقى نحط الشوربة بتاعتنا ونسوي احلى محشي مشكل معانا. كان طعمه حكاية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا مش بزود الشوربة فيه قوي عشان الكوسة والفلفل بتنزل معايا مية. اجيب الملوخية هنا بقى كده. طبعا ناس كتيرة بتقول لي الملوخية انت بتبقى مفرزاها، لا يا جماعة، دي ملوخية فريش، انا جايباها ومنقيها وبخرطها قدامكم اهي بالشكل ده كده. بخرطها وناعمها، مش بتاخد معاكي وقت خالص، تبقى ليها ريحه وطعم حلو قوي. معايا هنا شوربه على النار مظبطه الملح والحقيق بتاعها، وابدا انزل بالملوخيه. معايا هنا معلقه كبيره كده من السمنه، بنزل معايا بمعلقه توم مفروم بالشكل ده. طبعا التوم ده انا مفرزاه. وبنزل معايا بمعلقه كبيره من الكزبره الناشفه، بتديها ريحه حلوه قوي قوي. بعد ما خدت معايا لون ذهبي حلو كده، بنزل عليها بالملوخيه بتاعتي كده بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. وابدا احمر الفراخ. معايا هنا طاسه على النار فيها سمنه على حبه زيت كده، بخليه يسخن قوي واحمر الفراخ واديها تحميره حلوه كده بالشكل ده. حلوه، اكله حلوه غدوه خفيفه كده من غير خضار ولا طبيخ كده. المحشي بعد ما استوى بقى بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده مع الملوخيه والفراخ المحمره. لايك وشير كتير للفيديو، ويا رب يكون الفيديو حلو وخفيف وعجبكم. اشوفكم على خير. السلام عليكم.